الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده انا جايب لكم بقى احدث جهاز موجود، يعني يشتغل معاك عن طريق النت ويشتغل معاك قنوات البين سبورت كلها. شغال معاك سنتين اي بي تي في، وشغال معاك 15 شهر شيرنج. يعني لو عايز تشغل مثلا على القمر الاسرائيلي او اي قمر تاني تشغل عليه قنوات البين سبورت، تبقى مباشر من الفيد نفسه، هيشتغل معاك. انا جايب لك السيناتور 4040. عندك هنا اللي هو السيناتور 4040 الدفعه اللي هي القديمه، وعندك 4040 اللي هي فيرجن 2 دي الدفعه الجديده. كل الفرق اللي ما بين الريسيفر ده والريسيفر ده ان هم منزلين الريموت بتاعه البلوتوث اللي هو بتاع ال 4040 العادي ما بيشتغلش على ال 4040 فيرجن 2. فالاثنين يعتبر كل واحد هم سيستم واحد، بس اختلاف في الريموت. الجهاز ده طبعا من احسن الاجهزه اللي انا استخدمتها هنا وشغاله معايا على النت. الجهاز ده يعتبر سريع على الاي بي تي في. السيرفر بتاعه فور ايفر. السيرفر ما يقطعش معاك، ما بيسحبش نت من الواي فاي اللي عندك. فانت بدل ما بتطلع تقعد مثلا على القهوه، لا اشتري مثلا حاجه زي كده 4040 سيناتور. ده يعتبر يعني هيرحمك من ان انت تروح تقعد على القهوه او وتصرف مثلا 50 و100 جنيه مع اصحابك. يعني ده هيوفر عليك وقت، واي حاجه هتحتاجها ان كان مثلا مسلسلات، افلام، مسرحيات، كوره، اي حاجه تتمناها هتلاقيها موجوده في قلب الريسيفر ده. في خاصيه كمان الاي كاست. الاي كاست دي كمان يا جماعه دي بتبقى كويسه، ان انت ممكن تعرض اي حاجه من على الموبايل على يعتبر الشاشه عند الشاشه بتاعتك. لو هي مش سمارت بتعرض عن طريق الموبايل بتاعك عادي يا جماعه. يعني الريسيفر ده بصراحه يعني حاجه عظمه. فانت دلوقتي الريسيفر ده امكانياته اتش دي، يعتبر فول اتش دي وبلوتوث، وبيدعم خاصيه ال 265، واللي بيشيل لحد 8000 قناه. يعني لو جبت عندك طبق فيه اقمار كتير يشيل معاك عادي، مفيش اي مشكله. فانت لو حابب اي استفسار عن الريسيفر السيناتور 4040 كلمني او اكتب لي في الكومنتات وانا هرد على اي سؤال.